السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى معانا وصفة بجد كل هتفرح بيها جدا. ولادها ممكن عشان تشتري واحدة بس من بره هتجيبها بمبلغ. طيب، انا ما عنديش النهارده اي امكانيات وقلت لازم اقوم اعملها. طب هعملها بايه؟ هعمل الدونت. ايوه، الدونت، الحاجة الجميلة اللي كل طفل وكل كبير وكل صغير بيحبها. مفيش حد ما بيحبهاش. انا بس اختصارا للوقت عجنت العجينة وهكتب لك المقادير في صندوق الوصف وهقول عليها. انا بالنسبة لي هعمل 4 بس، مش هعمل كتير دلوقتي. فعجنت كوباية ونص من الدقيق بس. انا دلوقتي هقول لك مقادير 3 كوبايات من الدقيق. هتجيبي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ربع كوباية زيت، ربع كوباية سكر، بضاية، نص كوباية لبن، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة الملح الحلوة بتاعتنا، وبس كده. مقاديرنا تاني: 3 كوبايات دقيق، بضاية، ربع كوباية زيت، ربع كوباية سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص كوباية لبن هعجن بيهم. انا عن نفسي عجنت العجينة بتاعتي، يعني اختصارا لوقت الفيديو. هنبتدي نشكلها مع بعض. هسيبها طبعا اول ما تخمر هنشكلها مع بعض. لعمل احلى صوص كراميل جبت الطاسة الحلوة بتاعتي وحطيت فيها كوباية سكر، وهسيبها بقى معايا لغاية ما هتتكرمل وهنشوف هنكمل خطواته ازاي. انا ما عنديش دلوقتي صوص شوكولاته، ما عنديش اعمل مثلا كاكاو خام اعمل بيها صوص شوكولاته. خلاص الدنيا وقفت. لا، في دونات بالكراميل، في دونات بصوص الشوكولاته، في دونات باللوتس، في دونات باي نوع انت بتحبيه. فانا طالما ان احنا عايزين نعمل حاجه لازم نفكر ويبقى في افكار اقتصاديه عندنا وعندنا بدائل نقدر نعمل بيهم. فانا دلوقتي حطيت كوبايه السكر بتاعتي على النار، هكرملها وهنطلع باحلى صوص كراميل. بصي هو بدا اهو يتكرمل معايا اهو. هبتدي بقى اهدي عن النار عشان ما يتحرقش مني، وهنشوف هنعمل ايه. هو بقى ساح معايا كده خلاص الكراميل بتاعنا. انا حطيت له مكعب زبده وسيحت معاه. هنزل بقى عليه بالكريمه. مفيش كريمه، دي القشطه، اضربيها كده ضربه حلوه وانزلي عليه. خطوه مهمه: لما يقفش معاكي ما تخافيش، هو هيرجع يفك تاني، هتلاقيه رجع فك تاني. بس كده. وهتحطي له حوالي ربع كوبايه لبن وهيبقى احلى كراميل عملتيه في البيت. خلصنا بقى الصوص الجميل بتاعنا. بصي لسه طبعا غرفان، هو شكله تقيل بس لسه هيتقل اكتر من كده. هخليه بقى على جنب ونبتدي نفرد مع بعض عجينة الدونات. العجينة الحلوة بتاعتي وقطعتها. بصي والله دي انا كوباية ونص، بصي عملت 5 ولسه دي هتعمل بتاع 3 تاني. هكورها وعجينها تاني. طب ما عنديش قطع الدونات، اعمل ايه؟ بصي جبت غطا كبير مش صغير وقطعت كده. بعد كده معيار الدواء الصغير وقطعت بيه كده. شفتي بقى؟ موضوع سهل جدا. اوعي تصعبيها على نفسك. لو هتعملي حاجه لولادك هتعرفي، ما تصعبهاش على نفسك. يلا بقى نحطها في الزيت وهنشوف النتيجه في الاخر. اول ما بتنزلي بالدونات تقعدي تعملي عليه بالزيت كده وتروحي قلبه، تعملي عليه بالزيت كده وتروحي قلبه علشان يلحق ان هو ما يتحرقش على جنب واحد وبعدين يقب القبه الحلوه. هو للاسف بيبقى عايز زيت كتير. هخلص للدونات. ده تزيين دونات عادي جدا جدا جدا. بصي الدونات كده من غير ما هي متزنيه. بصي السماكه مش شاربه زيت خالص، خفيفه جدا. دي لسه انا ما زينتهاش، بس انا بوريكي باقل تكلفه تعملي دونات. دي طبعا حاطه عليها الكراميل، صوص الكراميل بتاعنا اهو. بتجيبي الدوناتايه وبتغمسيها في صوص الكراميل وبتطلعيها. طب ايه الابيض ده؟ انا كسرت اللون بس بسنه كريمه، يعني دي كريمه. طبعا عندك بقى صوص الشوكولاته. هي اهم حاجه في الدونات عجينته. عملتي عجينه صح، بعد كده براحتك خالص في التزيين. ده يدوب حاجه كده تفرح الاولاد. مفيش امكانيات، عايزه اعمل حاجه مش هتعجزي نفسك، مش هتقفي. عندك بقى عايزه تزيني بالفرماسيل الملون، عايزه تجيبي شوكليت شيبس، عايزه تجيبي اللي هو الكريز الاحمر، عايزه تجيبي صوص وايت صوص شوكولاته بيضه، قالب شوكولاته دارك وتسيحيه. ايه اللي انت عايزاه براحتك. عايزه تجيبي كريم شانتيه وتزينيه بيه كده وردات وردات. عايزه تحطي بقى الوان طعام على الكريم شانتيه الابيض وتعملي بينك وتعملي ازرق.
براحتك خالص. ده طبعا لو جايلك ناس او لو عندك عيد ميلاد. المهم ان انا وريتك العجينة، ودي الكمية اللي طلعت. يعني بصي دي ودي من كوباية ونص، اللهم بارك، يعني بتاع 9 وحدات، وانا عاملاهم متوسطين مش بصي الواحدة حلوة ازاي، بصي جميلة. ادي وريتك انا هشة جدا، وبألف هنا وبألف شفا، وما توقفيش نفسك، اي حاجة عايز تعمليها لولادك هتعمليها، وبألف هنا وبألف شفا.